كإعلامي اليوم أنا جبتك باش نحكي حوار صريح من غير لف ودوران وبدون شعبوية، وباش نحاولوا لو ماكسيموم بوسيبل نحكيو بطريقة تفهمها الناس الكل. علاش كل ما تجيبوا صيلة شخص متحول ولا شخص مثلي تحاولوا تقزموه قدام المجتمع بأي طريقة كانت؟ تحب ولا تكره الشيء هذا راه حرام في الدين متاعنا. وكيفاش راجل يرد روحه مرأة ومرأة ترد روحها راجل؟ اخويا المجتمع يتسيب هكاكا. انت تعرف انه الأغلبية في تونس ما همش متدينين 100%، وحتى المتدينين 100% يعرفوا انه كل انسان علاقته مع إلهه تبقى علاقة خاصة، وما عندهمش الحق يتدخلوا في العلاقة هذيك. ياك فما جمعيات اخويا، راهي ثم مؤامرة كبيرة، يحبوا يفسدوا لنا الشباب، يحبوا يفسدوا لنا الجيل، يحبوا يفسدوا لنا الدولة. انت تعرف انه مش الجمعيات الكل هتدافع عن المثليين بمبدأ. فما جمعيات تخدم بالمثليين، فما جمعيات تتاجر بالمثليين. نجيو للحق، انا راني مثلي، انا برشا يخدموا معايا في التلفزة زاد مثليين، برشا نقابل فيهم في الدنيا ونعرفهم مثليين، لكن ما يحكوش. هما حتى المثليين بينت بعضهم يعرفوا روايحهم اللي هما مثليين، قدام الناس بداو يسبوا في المثليين. هكا نحنا خويا يجي ترانس مشلق بروحه ولا تجي ترانس مشلقه بروحها، خويا انا كيكا ما نجمش نعمل حتى شيء. وزيد الرأي العام والتلفزة وكل شيء هما لازمهم يضحكوا على الحاجات هذيا لانهم هما تربوا وكيك. وانا تحب ولا تكره ما نحبش نخسر بلاصتي في التلفزة، ما نحبش نخسر الناس اللي تتبع فيا، انا نضحكهم بالطريقة اللي يحبوا يضحكوا بها. لما يكون هناك رفض من الحياة الاجتماعية ورفض من العائلة ورفض حتى من الدولة، دونك لهنا انت حكمت على شخص بالإعدام بدون حتى ما تنتقب ولا كلمة. سامحني، ناس ارتقات وعملت كراهب وعملت ديار وعملت مشاريع وجاو بعدي في الدومين، وين نجي نحرق روحي بموضوع المثلية وندخل نحكي فيه للناس؟ هل ترى أنه هذا يساهم في بناء مجتمع سليم من العقد النفسية؟ خويا انا رايي ماهيش خدمتي اني انا نقفز بالمجتمع ولا اني انا نطور الفكره نتاع المجتمع ولا انا نحط روحي وجهي في العارضه باش خويا نجم نخسر بلاصتي، نجم نخسر خدمتي اللي وصلت لها بالاكتاف وقديش دفعت فلوس. تي برا شوف برشا اعلاميين ما وصلوش يخدموا اليوم كيفي انا، عندي فواتير، عندي كرهبتي نخلص فيها، عندي داري، عندي حاجاتي، معناها نصبح غدوه بطال. شكون باش يهزني؟ يهزوني المثليين؟ قال له دوله وقال له سامحني ارتقاء وقال له الوعي وقال له شنية فيش تحكي. نشكرك على صراحتك اللي قررت تحكيها اليوم.